السلام عليكم. أنا واحدة الشيطان لعب بعقلي في وقت ضعف. كنت متخانقة ومليانة غل من سلفتي. مشاكلنا كانت كتير جدا وكلامها كان بيوجعني كتير. كنت دايما حاسة إن هي قاصدة تكسرني وتوجعني وتستفزني، لحد ما في يوم الشيطان مسك عقلي ووداني في طريق عمري ما تخيلت إن ممكن أمشي فيه. رحت لواحدة ودخلت في سكة السحر وعملت لها سحر بالمرض. وقتها كنت معمية جدا ومش شايفة غير نار الانتقام جوايا وبس، ومفكرتش في ربنا ولا في الذنب ده ولا في العواقب ولا حتى في نفسي. كل اللي كان شاغلني بس اني اشفي غليلي منها وارتاح شوية من اللي كانت بتعمله معايا، وهدي النار اللي كانت قايدة فيا. وبعد فترة لما سلفتي جالها مرض وحش، فقت بقى لنفسي وحسيت ساعتها ان انا ماشية في طريق غلط. وساعتها بقى تبت ورجعت لربنا وقعدت ابكي من قلبي وقلت خلاص، لازم اصلح اللي انا عملته ولازم اطلب السماح وافك اللي انا عملته باي طريقة. بس الصدمة بقى كانت اقسى من اي عقاب. سلفتي التعب اشتد عليها جامد وفجأة ماتت قبل ما الحق اعمل اي حاجة ولا اصلح غلطتي ولا حتى اقول لها سامحيني. ومن ساعتها بقى وانا حاسة ان انا عايشة في جحيم، جحيم بيطاردني في كل وقت في كل نفس، وكوابيس مش سايباني لا ليل ولا نهار. بصحى مفزوعة وحاسة ان ذنبها محاصرني، وان روحها واقفة قدامي بتسألني انت ليه عملتي كده. كل ما اضحك احس ان مش من حقي ان انا اضحك، كل ما انام احس مش من حقي ان انا انام. انا خايفة جدا وعايشة بعذاب محدش يعلمه غير ربنا. نفسي اي حد يدلني على اي حاجة اعملها اكفر بيها على الذنب ده، وهل ربنا ممكن يسامحني برغم ان صاحبة الحق ماتت ومشيت من الدنيا خالص من غير ما تسامحني. انا ندمانة ندم عمري، ندم عمره ما هيخلص ابدا، ومستعدة اعمل اي حاجة عشان بس ربنا يغفر لي ويرحمني. اولا طبعا لازم تعهدي ربنا انك ما تعمليش الذنب ده تاني، وتندمي اشد الندم على اللي انت عملتيه، وتبدأي بقى ان انت تصلي كتير وتصومي كتير بنية ان ربنا يغفر لك، وتطلعي صدقات كتير جدا على قد ما تقدري. وادعي بقى لربنا، ادعي ربنا كتير ان هو يغفر لك. والست اللي ماتت دي ده قدرها ودي ساعتها اللي ربنا كاتبها لها، فبيكي من غيرك كانت هتموت في الوقت ده والميعاد ده. حاولي بقى تعملي خير كتير وتوهبي ثواب الخير ده ليها هي، تطلعي صدقات برضو، تعملي اطعام، وعليكي بالدعاء تدعي كتير ان ربنا يغفر لك، وتدعي لها كمان هي بالرحمة والمغفرة. لكل واحد بيفكر ان هو يعمل سحر، افتكر دايما انك مش بتأذي غيرك بس، لا انت بتدمر نفسك الاول، بتبيع روحك للشيطان، وكل ده مقابل لحظة انتقام. السحر باب سواد ما بيتقفلش، وذنب بيفضل يطاردك طول عمرك، وكل وجع سببته لحد هيرجع لك. وربنا يحفظنا ويحفظكم